اهلا وسهلا متتبعي الاعزاء، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم هذه التحليه بالكراميل اللي كتجي رائعه، مكونات بساط وكتوجد بسهوله. فخليكم معي ان شاء الله نتعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجوها هنا عندنا تمر، يعني كنديروا 5 ولا 6 تمرات 7 كاع ماشي مشكل. عندي البنان، عندي هنا شويه كاوكاو محمر، وفلو ديال الكراميل، وطبعا الحليب، نصف لتر ديال الحليب، ولا كيبقى على حسب كميه الافراد اللي عندكم. يعني في الخلاط غادي نوضع داك نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف له واحد البنانه، نضيف له الحبات ديال التمر اللي حيدت لهم طبعا العظم ديالهم، نضيف له كاوكاو، ممكن تعوضوه باللوز اللي متوفر عندكم ولكن طبعا يكون مقشر. غادي نضيف الساشي ديال فلود الكراميل، انا درت هذا الكبير اللي بالسكر، ولا لاحظتوا راني ما درتش السكر. انا عندنا التمر حلو والبنان كذلك. غادي نخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي، من بعد غادي نخويو في شي كاسرون، غنديروا فوق البوطه تيبدا يغلي لنا مزيان صافي، وغادي نخويو في الزليفات اللي غادي نقدموا فيهم، ومن بعد غادي ندخلوه للثلاجه حتى يشد راسو ونقدموه بصحه وراحه. هنا من بعد ما شد راسو التحليه ديالنا يعني شدت راسها، انا زينتها هنايا غير بهاد الكوكيز وكراميل من الفوق وهاد الحقيقات، يعني نتوما على حسب المتوفر. ممكن تزينوها بالبنان، ممكن تزينوها بداك التمر النيت اللي بغيتو، يعني متوفر عندكم تزينوها به، كتجي صراحه زوينه بزاف. راه حنا كنا كنعرفوا ان المذاق الكراميل راه كيجي رائع، روعه روعه بزاف. والمزيج بين التمر يعني حاجه للفائده، وكاوكاو كذلك، يعني حاجه اللي كتجي زوينه. فنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساونيش طبعا بلي لايكات ديالكم، الناس اللي كيزوروا القناه اول مره يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس باش دائما توصلوا كل ما هو جديد. ما تنساونيش كذلك بتعاليقكم، وان شاء الله غيكونوا فيديوهات على حلويات ديال العيد، فتسناوني ان شاء الله في فيديوهات القادمين. انا باقي عندي فيديوهات باقي ما ساليت باش نمونطيهم ونحطهم لكم، يعني ديال شهوة رمضان. فان شاء الله غادي نحط معكم حتى فيديو ديال الحلويات، والى اللقاء فيديو قادم.